تحتاج إلى غربلة حقيقية، ومن ثم إلى كنس. لا بد أن نكنس هذه المخلفات التي جاءت بها عائشة، وإلا بقي العار علينا نحن المسلمون، لأن ما جاءت به العار من أكاذيب وترهات وخزعبلات نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. إحدى دوافعها للكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله كان إعلاء شأنها الشخصي. كانت امرأة تعاني من عقدة الحقارة والنقص، وما ذلك يرجع إلا لكونها منافقة، والمنافق يستشعر في نفسه الحقارة والنقص. ومن حيث كونها منافقة فإن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عاملها كما يعامل سائر المنافقين والمنافقات، فكانت تجد في نفسها عليه. أرادت بعد استشهاده صلى الله عليه وآله أن تعلي شأنها، ترفع من مقامها على حساب النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هكذا تحقق هدف تكميل نفسها في أعين العامة. ومن جهة أخرى تحقق هدفا آخر، وهو الانتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله. نحن سنظل نستمر بغربلة هذا التراث الذي جاءت به عائشة وعرضه على مقاييس النقد العلمي، ونريد بذلك أن نحفز أذهان عامة المسلمين